باش نجيك من الاخر. يزي ما جيتك من الاخر وبعد ما تشد شي في الاخر. ومن الاخر من الاخر احنا مقصرين ياسر معاه. قد ما عمل معانا ووقف معانا واحنا وعلى على بالنا به جمله. قد ما ورانا وقرانا بالكلمه بالكلمه بالحرف بالحرف واحنا ولا علاقه بالصداقه. نحب نعرف علاش بعدنا عليه هالبعد هذا الكل. انا نحكي على صاحبنا الكتاب. شبينا ما عادش نقراو الكتاب. 75% من التوانسه ما عندهمش ريحه الكتاب في ديارهم. 14% كهو يشريوا كتاب في عام كامل. 18% اكهو يقراوا كتاب في عام كامل. والله ارقام تفجع. اش ثم؟ اش صادنا؟ تي نقسم بالعشرة اللي ثم ناس اخر كتاب قراوه هو كتاب القراءة بونجور لي زامي. ولا نساء الاكثرية مغروبين كان بقراية كتاب الطبخ. عمال باش يقولوا لي احسن طريق لقلب الراجل هي كرشو. مسكين الكاتب يبدا يعصر في مخه وينقش ويبدا يكتب وهاو يكتب ويميل في راسه ويكتب. وبعد ما يخرج اللي كتبه كان بسيد وسيدك وبالحبابه والكبابه. وفي الاخر يطلع صابون نظيف ويلقى روحه وحده يقرا في كتابه. والله مأساة وملا معاناة. شنو ذنبه الكاتب كي طلع كاتب؟ يا جماعة الحل والعقد يلي تهمكم الحكاية خذوا بيد الكاتب وعاونوه. شنو المانع؟ قداش من كتاب وقداش من رواية وقداش من مجموعة شعرية يخرجوا في العام. هاو بالاختار كان ثم مواطن واحد ينجم يسرسط لي حتى عناوينهم. راهو شو مش معقول. الكتاب لا ينجموا يعوضوا لا بيسي ولا طابلات. اماكم خموا معانا كيفاش نرجعوا هيبة الكتاب وقيمة الكتاب. امان يعيشكم ما نحبوش ماركة هدرة خطة وطنية ولجنة تفكير عميقة واستشارة موسعة حول الكتاب بين الموجود والمنشود وكل الكلام الكبير اللي ما تشد منه حتى شيء. وفي الاخر نحبوا رؤية واضحة وخدمة نظيفة فيها برشا صدق وبرشا محبة للكتاب والكاتب. شفنا حركة كبيرة في معرض الكتاب ونجم نقولوا يعطيهم الصحة اللي نظموا الدورة 32 ومشي وجاي على طول النهار. شفنا فرحة في عينين الكتاب اللي وقعوا في إصداراتهم الجديدة تقولش عليهم في فرحة عمرهم. والصغيرات عاملين بون كيف مع والديهم اللي لقاو الأسوام في السماء. وثم منهم اللي شاف بعينه ومات بقلبه. وجملة وتفصيل كانت خدمة نظيفة. خدمة نظيفة. شكرا هشام.